بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. أهلا بحضراتكم في برنامج الملتقى، ملتقى للفكر الإسلامي. هذا البرنامج اللي بيقدمه التلفزيون المصري من مركز شباب الجزيرة، هذا المكان الجميل بعد تطويره واللمسات الجمالية التي أضيفت عليه. الملتقى بادرة تعاون بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشباب. بنتكلم على الفكر، بنتكلم على تطوير الفكر، بنتكلم على كل القضايا سواء كانت سياسية أو أمنية أو دينية أو اجتماعية لصالح مجتمعنا، لصالح أحلام كثيرة حلمنا بها سنوات طويلة، وآن الأوان في هذه الجمهورية الجديدة أن تتحقق. موضوعنا النهاردة موضوع متعلق ب60% من التعداد، الشباب. ومش هقول كلام نظري ان الشباب هم عماد المستقبل وهم ذخيره مستقبليه للامه، ومش هقول كلام نظري ولا هعمل نوع من التنظير، لانه زي ما بيقولوا كده ادي الجمل وادي الجمال. ادي الشباب، عندنا شباب حاضرين، وانا طبعا بتاسف لكل الاعداد اللي واقفه اللي يعني النهارده حضرت عن بكره ابيها عشان تكون موجوده في هذا اللقاء. معانا شباب وفتيات، ومعانا ناس من الكشافه، معانا شباب من الدعاء ومن الاوقاف. وفي ضيافة حضراتكم النهاردة معالي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. لو سمحتوا كمان رحبوا بمعالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب. رحبوا لو سمحتم كمان بالمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. ونرحب أيضا بسيد محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد، منورنا ومشرفنا يا فندم. باختصار شديد عشان يعني ندي وقت للكلام، وانا يهمني قوي ان النهارده يبقى زي ما قلت كده بقى دي الحوار وادي المسؤولين، لان انا ملاحظ اعلاميا الفتره الاخيره دي كل ما نيجي نتكلم مع حد في هذه القضيه وهذا الملف بنشعر ان في الحروب بتاعت الجيل الرابع شغاله. الله ينور. يبقى في على طول ناس بتحاول تدق اسفين بينا، لازم يقسمونا ويفتتونا، ولازم يطلعوا ان ما فيش حد راضي عن اي حاجه. الحكومه بتعمل ايه؟ ما عملتناش حاجه، احنا ما فيش تغيير حصل. الشباب فين؟ الشباب مهمش. ده احنا بنسمع عن تمكين الشباب من زمان، وفي تمكين مرأة وتمكين اقباط وفي 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 وكأن المطلوب ان انا وحضرتك 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 تنسى ان احنا مصريين عايشين في بلد واحده، في مركب واحده. مطلوب ان احنا ناخد بايدين بعض ونشتغل بجد بدل ما نقعد نتبادل الاتهامات. ليه الموضوع مهم؟ باختصار شديد عشان حاجه واحده، حضرتك وحضرتك وحضرتك كلنا في يوم من الايام هنطلع معاش وهنسلم الرايه. ودايما كنا بنسمع هذه الجمله، التواصل ما بين الاجيال والتسلم وتسليم الرايه. كويس قوي. لما انا وانت وهو نطلع معاش، مين اللي هيمسك البلد؟ في الجيش، في الشرطه، في الاوقاف، في الداخليه، في الخارجيه، في كل المجالات، الهندسه والطب واللي. لو انا مش متاكد ان الاجيال اللي جايه فيها افراز وفيها تدريب وفيها استعداد للمعركه القادمه، وهي اخطر من معركه الامن كما نتصور جميعا، وهي معركه البناء ومعركه تحويل مصر بكل مقوماتها وعبقريه الزمان والمكان وعبقريه الانسان الى دوله عظمى كما تستحق ان تكون. هنعمل ده ازاي؟ تعالوا نتكلم. اهلا بحضراتكم مره تانية. هستأذن حضراتكم انه بما ان احنا في ضيافه يعني وزاره الشباب النهارده، هبدا بالمهندس خالد عبد العزيز لان الملف ده عنده. انا عندي اشكاليتين شكلهم غريب جدا مع بعض يا باشمهندس. واحده بتقول ان رئيس الدوله رئيس الجمهوريه مدرك تماما للقضايا المصيريه التي والتحديات التي تواجه مصر في المرحله الآنية والمستقبليه. وهو قال في واحد من تصريحاته انه مصر لديها مشكله في افراز الجيل او الصف الثاني والثالث واكتشاف المواهب والقدرات غير العاديه، والناس اللي بتتبنى فكره اللي هو التفكير خارج الصندوق، thinking out of the box يعني. وناس كتير بتصدر الموضوع على اساس انه متعلق بس في السن، انت سنك كام وتنفع ولا ما تنفعش، انت صغير ولا كبير. فليه يا فندم الموضوع في ملف الشباب صدر على اساس ان هو قضيه صراع بين الاجيال، مش تعاون ما بين الاجيال، والجيل الكبير بيدربنا وبيدرب الجيل اللي بعدنا واحنا بندرب اللي بعدنا وهكذا.
اولا بشكرك جدا، لكن في البدايه يعني بسم الله الرحمن الرحيم احب ارحب جدا بالسيد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في وجوده معنا في مركز شباب الجزيره بعد تطويره، واحنا في ضيافه معالي السيد وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعه، الحقيقه هو صاحب هذه الفكره وصاحب هذا اللقاء، والدكتور جلال سعيد محافظ القاهره اللي احنا كلنا على ارض محافظه القاهره، وبرحب بحضرتك. الحقيقه الموضوع ده يعني في كلام كتير عليه بيدور ومناقشات وفي أحاديث كثيرة وحوارات كبيرة وفي وسائل الإعلام المختلفة. الفكرة بس اللي احنا نحب نوضحها من هذا يعني المنبر المهم جدا، أن موضوع تمكين الشباب في العالم كله مش بس مسألة إنك تكون شاب ده يكفيك إنك تتولى المنصب القيادي. فكرة تمكين الشباب في كل العالم، الفكرة دي يعني إيه؟ يعني إذا كان سنك صغير لا يمنعك هذا السن إذا كنت مؤهل للمنصب من توليه. بمعنى ما ينفعش مثلا واحد يقول ده سنه عنده 35 سنه ده هايل وممتاز وعنده كل حاجه، بس ما ينفعش يبقى عنده 35 سنه ويبقى وزير. اذا كنت مؤهل وعندك كل المواصفات اللي تجعلك تتبوأ المنصب فسنك لا يمنعك. هذه هي فكره تمكين الشباب. وبما اننا يعني في ملتقى فكر اسلامي، نشوف ان كانت في واقعه شهيره جدا، السيد الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام حينما امر اسامه بن زيد على الجيش اللي رايح للشام لغزو الروم. كان سنه في ذلك الوقت 19 سنة، يمكن 18 19 سنة، ومع ذلك وكانت الناس بتقول أنه ما زال صغيرا في السن، ولكن الرسول الكريم قال أنه مؤهل لهذا ويستطيع أن يقود هذا الجيش. وبالتالي هي الفكرة السن لم يمنعه، ولكن قبل ما نشوف موضوع السن أنه كان هل هو مؤهل ولا لا. ففكرة تمكين الشباب اللي حضرتك بتتكلم عليها، أيوة يهمنا الشباب يتقدم الصفوف، ولكن قبل أن يتقدم الصفوف لابد أن يكون قد تأهل بالشكل المناسب بالظروف المناسبة بمواكبة العلم اللي موجود في هذا العصر، بحيث ان هو يبقى جاهز لتبوء هذا المنصب. بحيث لما المهندس ابراهيم مثلا يكون بيفكر في تشكيل الحكومه، عايز الاقي مجموعه من الوزراء، الاقي ناس في سن معين عندهم الخبرات المعينه وعندهم التاريخ الوظيفي اللي بالشكل المعين، سواء على مستوى المحافظين او على مستوى الوزراء، ويكون سنه ما زال ما بين 30 وبين 40 سنه، لكن عندي اعداد كبيره جدا من الشباب تسهل للمسؤول الكبير انه يستطيع ان يختار من هؤلاء الشباب لتبوء المنصب. فعلينا النهارده ان احنا نبذل كل جهدنا في وزاره الشباب والرياضه بموضوع تنميه المهارات البشريه وموضوع التدريب الفني والعلمي وكل الامور التي تثقل الشباب بحيث انها تخليها جاهزه لتبوء اي منصب. فلما يكون في مسؤول كبير يبحث عن مسؤول يجد منه متسع من الاختيار يقدر يختار منه. طيب دكتور جلال، واحنا بنتكلم على معدلات البطاله، ساعات بعض الناس بتقارنها ببعض الدول في اوروبا، ببعض الدول في امريكا الشماليه او الجنوبيه، لكن انا بتصور ان مصر في الفتره الاخيره يعني هي كيان قائم بذاته، لانها مرت بظروف سياسيه وامنيه، يعني يمكن مش هقول في الخمس ست سنين، ولكن حتى ما قبل ذلك كان في فتره فيها بناء واعمار، ثم جاءت فتره تاخرنا كثيرا عن الركب، خصوصا في ملف بناء الانسان. تقدر حضرتك النهارده تقول ان التعليم مع الشباب مثلا هيبقى مكون اساس في ان احنا نعيد انتاج منظومه تخرج لينا بدل باحث عن وظيفه والسلام تحت الشعار المقدس اللي نفسي ان هو ننسفه نسفا، طالما ان احنا بنتكلم على قعده فكر وتغيير ومفاهيم، فكره لو فاتك الميري يعني تمرغ في ترابه. فحضرتك هل شايف انه التعليم مع الشباب ممكن يعمل برضه دور في ان احنا نصل لهذه المنظومه لاعاده انتاج المواطن المصري الجديد اللي احنا بنعلم بيه؟ ومعلش انا طبعا بستاذن حضراتكم لو نهدي الصوت شويه، عارف حضراتكم عايزين تسالوا معالي رئيس الوزراء وانا مدخره في يعني ايه لختامه مسك زي ما بيقولوا كده، ان شاء الله هيجيب عن كل اسئله حضراتكم وكل اللي انتم عايزين تناقشوه هنتناقش فيه. دكتور جلال اتفضل. اولا انا طبعا سعيد جدا ان اكون موجود مع حضراتكم النهارده في هذا اللقاء الجميل في حضور معالي رئيس مجلس الوزراء، وبشكر مهندس خالد بيه ووزير الاوقاف دكتور محمد مختار على ان ادوني فرصه اكون موجود مع الشباب الجميل اللي قاعدين دول النهارده. انا يعني عاوز يعني اجاوب على السؤال بان انا يعني الضم مع الكلام اللي قاله الزميل العزيز المهندس خالد عباس. هو لما اتكلم على تمكين الشباب، كلمه تمكين هنا كلمه يعني تحمل معاني كبيره جدا. انا اعتقد ان اهمها هو التعليم، اللي هو السؤال اللي سيادتك قلته دلوقتي. تمكين الشباب جزء منه عباره عن اكتساب خبرات، وجزء منه عباره عن التعليم. والتعليم بشكله التقليدي بتاع زمان اصبح لا يجاري ظروف العصر الان. التعليم الان هو عباره عن تعليم واكتساب مهارات
وقدرة على التواصل وقدرة على الإقناع وقدرة على الإنجاز وبشكل يعني فعال وقوي وهكذا. أنا أعتقد هو ده نوع التعليم اللي احنا عاوزينه، وبالتالي يعني لابد من إعادة يعني النظر في نظم التعليم اللي موجودة، التعليم اللي مرتبط بأعداد غفيرة عفى عليه الزمن، التعليم اللي مرتبط بعملية الحفظ والصم انتهى، التعليم المرتبط بالمجموعات الصغيرة واكتساب المهارات ومهارة الاتصال تحديدا وإدارة الاجتماعات وتقييم الأشخاص وكيفية عملية تحفيز الناس إنها تعمل ضمن منظومة متكاملة. أنا أعتقد هو ده نوع التعليم اللي احنا عاوزينه. تقول لي هل بالتعليم بالفعل نستطيع؟ أنا بقول لك احنا نستطيع، لكن التعليم مهم، لكن احنا أعتقد نفتقر أيضا أو نحتاج أيضا إلى أن يكون بجانبه الجزء الخاص بثقافة حب العمل، ثقافة الاجتهاد فيه، ثقافة مراعاة ربنا، ثقافة احترام الكبير والرئيس، ثقافة ان الانجاز هو الشيء الوحيد الباقي على الارض دي عشان نعمرها وهكذا. وبالتالي انا شايف انه التعليم باشكاله المختلفة يحتاج تطوير وتحسين لكي يؤدي الغرض اللي احنا بنتكلم عليه، وهو نقلة نوعية كبيرة جدا في حياة هذه البلد. تمام. من ضمن الدعائم ايضا الخطاب الديني. يمكن سياده الرئيس اتكلم على احتياجنا واحتياج مصر الى ثوره من اجل الدين، وليس ثوره على الدين كما يصورها بعض يعني ضعاف النفوس، طعنا في مقومات استقرار الدوله المصريه ومحاوله تشويه اي دعوه ايجابيه يقوم بها اي حد من المسؤولين. طيب، عشان اعمل تصوير خطاب ديني دكتور مختار، زي ما اتكلمنا في بدايه الاتفاق على خروج هذا الملتقى الى النور، احنا محتاجين يبقى فيه برضو جيل ممكن من الشباب قادر ان هو يخاطب المتلقي. زي ما اتكلمنا كده حضرتك، الخطاب يعني مخاطب ومخاطب ورسالة وفحوى ومضمون ووقت وزمان ومكان وطريقة توصيل. انت النهارده بتسمع ناس كتير يقول لك الخطاب الديني بقى دمه تقيل، بيتكلم في موضوعات مكررة ومعادة، وساعات بيبقى بيعتمد على الترهيب اكتر من الترغيب. هل وزارة الأوقاف أعدت العدة لهذه المعركة القادمة، معركة التطوير بجيل جديد من شباب الدعاة مثقف بالعلم ومسلح بالأدوات الحداثة العصرية ويستطيع التوصيل بشكل يجذب الناس ولا ينفرهم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد، في البداية أشكر معالي رئيس الوزراء على قبول هذه الدعوة وعلى دعمه الدائم للخطاب الديني الوسطي المعتدل ولقضايا الشباب. وأيضا الحقيقة هذا الملتقى هو لون ضمن عشرات البرامج التي تتم بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والشباب، وده تأكيد على دور الشباب. وبنشكر المهندس خالد على هذه الاستضافة وهذا الحشد الطيب الهائل من الشباب أبنائنا الشباب الوطني المخلص. وأيضا لا يفوتني أن أرحب بالدكتور جلال السعيد، وأيضا التعاون القائم بين المحافظة وبين الوزارة خاصة في المساجد الكبرى، وكنا في جولة أمس تتبعها جولات بإذن الله تعالى. الحقيقة في هذا اللقاء يعني احنا سنترك المساحة بين أبنائنا من الشباب ودولة رئيس الوزراء، لأننا متأكد لديهم أسئلة وهو لديه رسائل يوجهها لأبنائي الشباب بقدر ما يوصينا بالتمكين لهم. لكن في إيجاز شديد أقول بداية والحديث بخاصة الشباب، العلاقة بين الشباب والشيوخ لا يمكن أبدا أن تكون علاقة صراع أو إقصاء، فنحن في حاجة إلى خبرات الشيوخ وإلى طاقات الشباب لنعمل معا من أجل هذا الوطن، فلا إقصاء لفئة عمرية على حساب الفئة الأخرى. والحقيقة في ضوء التوجهات العامة لهذه الحكومة بالتمكين للشباب، أظن في تاريخ وزارة الأوقاف وهم موجودون دفعنا بأكبر عدد من القيادات على مستوى مديري العموم ومعاوني رؤساء القطاعات، وإن شاء الله في مزيد من الشباب ومن يقومون على هذا المؤتمر. وكل هذا التنسيق هم جيل الشباب، وبعض هذا الشباب يجلس الآن ما أن ينتهي الملتقى حتى يكون قد تواصلوا عبر وسائل الاتصال الحديثة وبالتنسيق مع التلفزيون وحضرتك والقيادات. اتفقنا أن نقدم شكلا جديدا بعيدا عن النمطية
الشباب الآن يتواصل مع زملائه عبر جميع وسائل الحديثة. الآن ما أن ينتهي الملتقى حتى يكون قد تم التواصل عليه. الحقيقة في جملة شديدة واللي قاله جلال بيه وحضرتك وجهت فيه التعليم، لما نتكلم عن تمكين الشباب أنا هلخص في جملة واحدة: الشباب وحده هو القادر على شق طريق التمكين لنفسه. صحيح الحكومة السيد الرئيس ثم الحكومة بتضع سياسات، لكن الشباب نحتاج منه إلى مقومات. نحتاج من الشباب حتى يأخذ طريق التمكين ويستطيع أن يأخذ دواء 3 أشياء. الأول العلم، التزود بالعلم، وعندما نطلق العلم كل جوانب الحياة. نحن في حاجة إلى الطبيب وإلى الفيزيائي وإلى الكيميائي وإلى الجغرافي. عندما تطلق كلمة العلم فلا تقتصر على العلم الشرعي وإنما على كل العلوم، وهي من فروض الكفايات الواجب علينا أن نسد فيها الحاجة الوطنية. العمل، والحقيقة إحنا نحتاج شباب ولدينا هذا الشباب إذا ما أعطي الفرصة أن يتعود على العمل والإنتاج لا على أن يأخذ ولا يعطي، فهذا زمن العطاء. والحقيقة إذا كنا بنغبط السيد رئيس الوزراء على ما يمنحه الله من قوة شبابية، وأمس يعني كنا خلفه نشعر بفضل من الله وطاقة، محتاجين من شبابنا أن يكونوا على هذه الدرجة من الهمة والعطاء، فليس لدينا من الوقت ما نضيعه. يبقى الشباب التزود بالعلم، لأنك بدون علم لا تستطيع أن تدفع بإنسان دون أن يمتلك المقومات. شباب لديه قدرة على الدأب والجلد، لا ينظر إلى جانب الواجهة من المواقع وإنما يدخل ليخدم الوطن، فهو العلم والعمل والأخلاق. الأخلاق اللي قال فيها ليس منا من لم يوقر كبيرنا هنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعليمنا حقه. فالعلاقة هي علاقة تكامل، وليفهم الشباب أنها ليست علاقة صراع أبدا ولا إقصاء، ويعمل على استفادة وكسب الخبرات من الجيل الأكبر. تمام. معالي رئيس الوزراء، يعني أول رئيس وزراء نشوفه في الشارع وفي المحافظات ومع الناس وبيتكلم مع الناس، وهذا دوره وواجبه. هذه ليست منا من حضرتك، أنا أعلم تمام العلم أن هذا ليس من باب الشو الإعلامي وليس من باب التصوير أمام الكاميرات، ولكن حضرتك مهموم بالناس وبقضايا الناس. ولكن من أجل إيصال فكرة التمكين لشبابنا اللي قاعد دلوقتي، حضرتك توجه لهم كلمة بدائية يعني نبدأ بها قبل أن نستمع إلى يعني ما يشغل أذهانهم من قضايا. التواصل ما بين الحكومة والشباب المصري النهارده محتاج ايه عشان نفعله اكتر، خصوصا ان المخاطر كتيره. لقينا في مجموعه خرجت بعيدا عن مفاهيم الرياضه وعملت روابط، بدل ما بقت روابط تشجيع بقت روابط تخريب. لقينا مجموعه بقت عشان تعبر عن انتماءاتها السياسيه او عشان تقول رايها من باب الديمقراطيه والحريه بقت بتخرب في بلدها او تحاول انها تقتل بني جلدتها. شيء عجيب جدا، واحنا عمالين نقول ده احنا في مركب واحد، ده احنا في مركب واحد. ايه اللي ناقص يا فندم عشان هذا التواصل يتم ما بين الحكومه والجهود اللي حضراتكم بتعملوها والشباب بتاعنا عشان ينط معانا في المركب، مش ينط من المركب في هجره غير شرعيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كل عام وأنتم بخير، وسعيد إن أنا أكون وسط أبنائي وبناتي النهاردة، نتكلم بقلب مفتوح ونتكلم بصدق ونتكلم في يمكن كلمة لازم نفهمها، يعني إيه تمكين الشباب وأين دور الشباب وفي هذه المرحلة، وإيه الرؤية بالنسبة لشبابنا وشباب مصر. دعونا نتفق ان ربنا سبحانه وتعالى انعم على هذه البلد بثروه لا تقدر، اللي هي الثروه الديموغرافيه، وان الشباب في 50% من التعداد وسكان مصر من الشباب، ودي منحه الهيه لا تقدر. هناك دول متقدمه جدا دخلت في الشيخوخه. اذن اما بنعمه ربك فحدث، انتم نعمه وأنتم المستقبل. كيف نضع هذا على أرض الواقع؟ اليوم صباحا كنت سيادتك دلوقتي بتتكلم على فرص العمل. أنا كنت في مكان في القرية الذكية في معهد التكنولوجيا أو معهد علوم التكنولوجيا، وكان معايا مجموعة من الشباب الدارسين في هذا المعهد.
كم كنت فخور. كل واحد فيهم بيقول لي ايه، انا عندي 4 فرص وبختار، وعندي 5 فرص. الاقل واحد كان بيقول انه عنده 3 فرص. سألتهم، وكان شباب في العشرينات. المرتب الحمد لله رب العالمين، كان اقل واحد قال لي ان المرتب اللي معروض عليه 3000 جنيه، وهو رافض لان في فرص بتصل الى 6000 جنيه. اذن التعليم، وده اللي احنا بنعمله بالظبط. التعليم يعني ده اختار مجال، وللعلم هذا المعهد مش كله مهندسين، ده كل التخصصات موجودة في هذا المعهد في القرية الذكية. انه شباب اختار اتجاه معين، اللي هو استشعر ان التوجه النهارده لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذهب الى هذا المجال، وبالتالي وجد فرص عمل. احنا عايزين شبابنا يكون على ارض الواقع ويتعامل مع الواقع. الواقع النهارده، وده يمكن كانت رؤية الحكومة، ان التوجه كله للعمل بعيد عن الوظيفة الحكومية. واقع مش هنقدر نغيره ولا هنقدر نعنده. الواقع النهارده واقع تنموي، واقع استثماري، واقع مشروعات. نستطيع النهارده ان الشباب طاقته تكون في هذه المشروعات، وده اللي هذه الطاقة إذا وضعت في هذا المكان هو دي التنمية المستدامة لأي دولة. طب إزاي؟ برضو نتكلم على أمر واقعي. إحنا النهاردة رؤية الحكومة لما كونت وزارة للتعليم الفني والتدريب المهني. هذه الرؤية لا مش جاية من فراغ. هذه الرؤية جاية إن المستقبل كله هي للأعمال الفنية، هي للأعمال اللي هي مش أعمال كتابية أو أعمال أدبية. إذا النهاردة لازم نكون البوصلة العلمية وتوجهنا العلمي رايح ناحية الرؤية المستقبلية لهذه البلد. الرؤية المستقبلية لهذه البلد رؤية طموحة جدا جدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى أنعم على هذه البلد بكل عوامل النجاح. سكان وأعمارهم الشباب، يعني 50% من عددهم شباب. موقع لا يوجد مثيل له في العالم، وسط العالم سواء في اليابسة أو في البحار. احنا في وسط العالم. جو رائع. الوسطية في مصر هي فعلا العمود الفقري للقيمة الكبيرة لهذه البلد. وسطية المكان، وسطية المناخ، وسطية الخلق نفسه. نيجي بقى للموارد الطبيعية، حدث ولا حرج. كل عناصر النجاح والثروة موجودة في بلدنا. إذن احنا النهاردة بنشتغل لشباب، وأي واحد فينا هو بيشتغل لمستقبل بلده. مستقبل بلده هو مستقبل الشباب. التعليم مهم جدا. اختيار التوجه العلمي والتوجه الفني وتغيير الثقافة بقوة. اللي مش النهارده اللي مش عندوش ثقافة العمل، ان العمل فعلا عبادة، وان العمل لما اقول انضباط وتحمل وجلد وصبر وعرق، هو ده الرسالة اللي احنا عايزين مفيش حاجة سهلة. مفيش حاجة سهلة. هو النهارده كفاح مستميت من اجل اتقان العمل، من اجل ثقافة العمل، من اجل الانضباط. وهو ده الرسالة اللي انا عايز اوجهها لشبابنا. ان الفرص موجودة، ولكن لا نعاند مع الفرص. احنا لما بنقول النهارده الفرص كلها انها فرص تتطلب، يعني في كثير من الاحيان مع بعض المصانع وبعض المشروعات يقول لك احنا مش لاقيين عماله. طب ازاي واحنا عندنا بطاله؟ لدرجه ان انا مره تقدم الي رجل من رجال الاعمال او لمجلس الوزراء يطلب السماح باستيراد عماله. طبعا كلام يعني ازاي يعني يبقى انا عندي شباب وعندي قوه شباب واقول استورد عماله؟ طب اذا التوجه العلمي والخريطه التعليميه في مصر
هي دي الشاغل الاول لينا، ان احنا فعلا يكون احتياج الدوله كاستثمار. يعني لما نبص لمشروع زي مشروع قناه السويس، تنميه منطقه قناه السويس، ودي في قلب العالم، وده مشروع هيشغل مئات الالوف. احنا بنتكلم بقى على سياره صناعه، منطقه للتجميع، منطقه للصناعات، منطقه للوجستيات، منطقه للسياحه. يبقى انا النهارده لازم يبقى وجهتي العلميه يبقى من اولها كده، لازم ابقى عارف ان وانا بتعلم، ودي مسؤوليه الحكومه، انها كان يجب في فتره معينه ان يرتبط فعلا احتياجات السوق من العماله بالسياسه التعليميه، ده حاجه مهمه جدا. حضراتكم هتعملوا شهادات تانية من اجل التنميه، شهادات قناه السويس من اجل الشركات اللي هتبقى على يعني جانبي القناه؟ لم يقرر. احنا الحقيقه يعني لما بنتكلم على قناه السويس ومشروع قناه السويس، انا الحقيقه كمصري بتكلم بفخر شديد جدا جدا. ليه؟ لان برجع اقول ان كله ممكن اذا كان هناك رؤيه وهناك اراده، ودايما بقولها ولا امل منها، كانت رؤيه لقائد واراده للشعب. الشعب لم 64 مليار في حوالي اسبوع. تنفيذ المعدلات اللي احنا عبقريه في المعدلات، والاداره نفسها. يعني لكم ان تتخيلوا اداره هذا الموقع سواء في الحفر الجاف او في كراكات، اكبر مشروع يا ابناء مصر يا شباب مصر انتوا نفذتوه في العالم، ونسبه الشباب في التنفيذ يبقى كل حاجه ممكن. ما في. انا لما بقعد مع حد من المسؤولين وبقول ده ايه الوضع كذا، فيرد عليا والله الامكانيات، انا الحقيقه بقفل الملف وبقفل الاجتماع. اذا كنت انت من اولها مش عارف امكانياتك، لا، ما حدش ضحك على حد. كل واحد فينا كان عارف انه يخوض معركه في منتهى الصعوبه وبامكانيات محدوده، ولكن ربنا ادانا امكانيات اخرى. ايماننا بالله والاراده والاداره يجب ان احنا نتصرف عليها، التكامل بقى بالامكانيات. لما تقول لي الامكانيات، لا، اقول لك مش محدوده. فين الاراده؟ فين القوه؟ فين زي كثير من الاشياء. لما حضرتك بتذكر لي ان الواحد لما بيتواجد مع اهله في الشارع وفي المحافظات، هي النقطه ان انت تستخلص من كيف تستطيع ان تضع هذه الرؤيه اللي احنا عملناها لارض الواقع، ان انت تنفذها بامكانياتك المحدوده. عندما تكون الامكانيات محدوده فالكفاءه يجب ان تكون غير محدوده. لكن امكانيات محدوده بكفاءه محدوده يبقى النتيجه مؤلمه جدا. امكانيات محدوده بكفاءه كبيره وتضحيه وجهد وتواصل، وازاي تستخلص من كل واحد انه يقدر ينفذ المعجزه، هو ده اللي احنا طالبينه. حضرتك ما عملتش كده لما اتعرض عليك منصب رئيس الوزراء؟ ما قلتش بس مصر دلوقتي امكانياتها محدوده، السياحه ما بتجيبش موارد، الاقتصاد في حاله مش كويسه، الاحتياطي النقدي يعني تسرب منه كثيرا الى دعم الخبز والاحتياطيات؟ ما هي دي المساله يا فندم. ما خفتش حضرتك؟ لا، ما اصل انت داخل النهارده كل واحد فينا في امتحان، وامتحان صعب ومعادله معقده، لكن ليها حل. يعني اذا انت اخلصت وتوجهت لله وركزت في عملك، مفيش حاجه من غير حل. فانت طب هو ده احنا يا جماعه عشان بس الامل، احنا فين من شعوب شبابها استلم بلده مدمر؟ المانيا اللي احنا بنبص لها باحترام شديد جدا لما انجزته في الاربعينات سنه 46 او بعد الحرب العالميه، المانيا كانت مدمره. الشعب جهده، الشباب كان المقنن للفرد حبه واحده من البطاطس. احنا فين من كوريا؟ احنا فين من اليابان اللي اتضربت بين قنبلتين ذريتين، ناجازاكي وهيروشيما، واصبح هناك مئات الالوف من القتلى
والمشوهين ملايين، وامكانيات طبيعيه في اخر العالم وموارد طبيعيه محدوده بالعمل. طب ده احنا بقى ربنا ادانا شباب، ربنا ادانا موقع، ربنا ادانا يعني ايمان، ودي حاجه بقى دي لا تقدر. يعني اللي ربنا اداهولنا نعمه الايمان بالله سواء مسلم او مسيحي حاجه لا تقدر. تمام. وموارد طبيعيه، والحمد لله رب العالمين ربنا ادانا اراده قويه اترجمت في مشروعات اتنفذت فعلا على ارض الواقع. حضرتك فتحت ملفات كثيرة جدا يجمعها عنصر التثقيف والثقافة اللي بيلعب دورها الإعلام الوطني. تسمح لي بقى حضرتك ان احنا يعني نمارس بعض النقد الموضوعي قوي كواحد من اهم ادوار الاعلام الوطني، الباحث عن الموضوعية وليس الباحث عن اعلانات واجور بالملايين من اجل الانفاق على برامج المقالب. احنا بندور على قيمة مضافة حقيقية لدعم هذا الوطن. كيف يمكن للحكومة أن تدعم الإعلام الوطني في المرحلة المقبلة حتى يتبنى كل هذه الملفات، وهي ملفات مع السوق الإعلاني غير مدر للربحية؟ حضرتك لو رحت لوكالات كبيرة تقول أنا عايز أعمل برنامج تنموي، يقول لك مش هحط إعلاناتي. أنا ممكن أحط إعلانات في برنامج مسابقات لطيف خفيف، في سهرة فنية، في ماتشات الكورة، لكن لو قلت أنا هنتج برنامج تنموي هتلاقي حضرتك ما فيش تقريبا رعاية إعلانية. والمفترض أنا بابليك سيرفيس، أنا إعلام خدمة وطنية، لا أبحث عن الربحية ولكن أبحث عن القيمة. كيف يمكن أن ندعم الإعلام الوطني ليقوم بدوره في التنوير، تغيير الثقافة، أن ثقافة الستينيات انتهت، وأنك يجب أن تبحث أنت عن الفرصة التي خلقتها الحكومة بتشجيع الاستثمار وتشجيع القوانين الجاذبة للاستثمار ودعم التعليم ودعم الإنفاق على التعليم وعلى الصحة باعتبارها أمن قومي مصري. كيف يمكن أن ندعم الإعلام الوطني ليلعب دوره الوطني في المرحلة القادمة؟ الإعلام الوطني أول ناس تقدر تدعمه العاملين في الإعلام الوطني نفسهم، لأن الإعلام الوطني ده قيمة كبيرة، ده جزء مننا، وكل واحد لو قام بدوره في الإعلام الوطني احنا نقدر ندعم مع بعض بالتواصل والتواصل والمعلومة والتواجد معكم، لكن الداعم انتوا اللي هتقدروا تدعموا. لأن أنا رحت زرت مبنى الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، مبنى التلفزيون، ما أظنش حد أو نستطيع إن احنا نشوف هذا ضخامة المبنى وإمكانيات المبنى في أي منطقة في الشرق الأوسط، لا يمكن. إذن عندكم انتم كقيادات إعلامية نثق فيكم ونحترمكم وتقولوا صوت الحق، انقضوا وما تجرحوش. تمام. قولوا الحق، ادوا امل واربطوا الامل بالعمل، ادوا نماذج نجاح ونماذج ايضا لفشل نقتحمها سوا. انتم مع بعض نقدر نعمل حاجات كبيره جدا. اعلام احنا داعمين ليكم بما لا نهايه، لان اي دوله عايزه تتواصل مع 90 مليون. كيف استطيع ان اتواصل مع 90 مليون؟ الإعلام الأمين الصادق الوطني اللي لا يجامل الحكومة ولا يجيب واحد يسلط عليه الضوء لغرض ما أو يقتل واحد، ومن الكلمات ما قتل. يعني أنت أمام الله سبحانه وتعالى ستحاسب حساب، لأن أنت معاك مسدس، هذا المسدس تقدر تقتل بيه إنسان بريء وتقدر تقتحم بيه بؤرة إجرامية. إذن أمانة الكلمة هي أمانة الكلمة والتواصل معكم، فنحن داعمين للإعلام الوطني، ولكن أنتم اللي تدعمونا، وأنتم مش تدعمونا، تدعموا بلدكم بالعمل والجهد. تمام. والعلم حضراتكم يعني قبل ما نغادر هذا الملف، كل ابناء ماسبيرو بما فيهم العبد الضعيف الى الله كلنا جربنا الشغل في القطاع الخاص، بل احنا ماسبيرو هو الذي صنع الاعلام في القطاع الخاص، من اول الفني الصغير لغايه المذيع اللي بيطلع على الشاشه بالامكانيات بالعربيات. وانا ببشر حضراتكم الفتره القادمه ان شاء الله بالتعاون مع رئاسه مجلس الوزراء ان شاء الله في دعم كبير، وهتجدوا افكار خارج الصندوق. مشاكل ماسبيرو بما لديه من مشاكل وديون وقادرة على الحل إن شاء الله، وقادرة على أنها تؤدي رسالتها التنويرية بإذن الله تعالى. عايز أسمع صوت حضراتكم. تمكين الشباب
النهارده ما بقاش قضيه يعني طرفيه، ولكن هي قضيه المستقبل. يا اما انا عندي جيل تاني وجيل تالت وصف تاني وصف تالت، يا اما انا هبقى قلقان على اولادي وبناتي اللي النهارده في منهم ولادي اللي اتخرجت واللي اشتغلت واللي لسه هيتخرج السنه دي ان شاء الله وهيدور على شغل. وعلى فكره انا مش هكلم معالي رئيس الوزراء ولا حاجه اقول له لو سمحت انا عايز كارت ابراهيم بيه عشان ادور على شغل للولد. وانا عملت كده على فكره يا فندم مع بنتي الكبيره، كانت بتدرس بره في كندا، ولما رجعت قلت لها لا اعرفك ولا اعرف حد، حضرتك هتخشي على النت هتدوري السي في بتاعك ده يناسب فين وتبعتي لهم وتروحي تمتحني، ولا تقولي لهم انا اعرف فلان ولا بنت علان. واعتمدت على نفسها وهي اللي صنعت نفسها بنفسها. عايز اسمح أسمع لو لي، سمحت. عايز اضيف اتفضل يا حاجة. فندم. كارت اول ما جاء في خطاب تكليف هذه الوزاره من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اول تكليف القضاء على الوساطه والمحسوبيه. واتحدى بقى ان يكون هناك بيرسل مسؤول كارت الحد. ده موضوع لازم نعترف انه حتى لو كان لسه موجود، ولكن احنا بننقض عليه. لا يمكن يكون هناك، لا يمكن، انا بقولها وظيفه النهارده داخل الحكومه تعطى بالواسطه او المحسوبيه، لان القانون صدر، والقانون كله بيركز على انها تكون عبر امتحانات وعبر مسابقات. اذا دي حاجه مهمه جدا. نسفنا مجتمع كانت هناك في واسطه ومحسوبيه، بس لازم كلنا نكون مقتنعين بصدق هذا الكلام، نكون مقتنعين ان فعلا ما فيش واسطه. لكن ايه، ما يتقالش كلام من مسؤول ويبقى اللي بيسمعه ما عندوش ثقه في هذا المسؤول. او هو يا فندم هناك اللي يروح يدفع. لا زال ما حدش بيقول انها نسفت، ولكن جزء كبير جدا منها اتنسف وملهاش رجعه. لان اكبر حاجه تدمر الكفاءات وتكسر نفس الانسان اللي هو فعلا عنده طموح، الواسطه والمحسوبيه. فدي انا بطمنكم عليها كشباب، مفيش واسطه ولا في محسوبيه تستطيع عن طريقها ان انت تاخد وظيفه. بس في مكافحه للفساد ان شاء الله الفتره القادمه هتبان اثارها. عايز اسمع صوت الشباب لو سمحتم. نبتدي. اتفضل حضرتك، عايز الميكروفون لو تكرمته. تعال اتفضل. اوعى تيجي تطلب واسطه بس. اتفضل. محمود محمد، مركز شباب عزبة النخل. برحب الاول بالباشمهندس خالد عبد العزيز والدكتور ابراهيم محلب والدكتور مختار جمعه. الدكتور مختار جمعه كان اتكلم وقال ان الشباب المفروض هي اللي تقود. طب دلوقتي حضرتك انا لو عندي امكانيات ماشي ومش مش ظاهره او مش عارف انا اظهرها ازاي، او ايه الطرق ان انا ابتدي امشي عليها ان انا اظهر بكفاءتي، مع العلم ان انا في ناس كبيره. يعني انا لو في مبادره في دماغي لازم تعدي على كذا مسؤول وكذا مسؤول يعدوني على الوزير هكذا، فبتبقى دايما مهمشه بنسبه كبيره، ما بعرفش اوصل دايركت. فاذا بالتالي انا بشوف احباطات في الطريق دي. ليه مثلا ما اقدرش ان انا اروح للباشمهندس ابراهيم محلب اقول له في فساد، انا مثلا تحت ايدي اوراق فساد، ما اعرفش، لازم اقعد فتره كبيره عشان اقابله. يعني انا ما جربتش الحقيقه يعني. لا جرب. انا بقول لحضرتك لا، هو لو على الفساد انا يعني في فساد كتير واحنا بنحارب كشباب بنحاربه فعلا، تمام. لكن احنا عاوزين نعرف. عندك فكره او عندك حاجه عايز تعرضها وحاولت تعرضها وما عرفتش توصلها؟ عايز التواصل مع المسؤول. احنا عاوزين نعرف نتواصل مع المسؤولين بحيث ان احنا لو في حاجه، يعني انا لما اجي اقول فكره لا اقولها بطريقه علميه خارج عن الصندوق زي ما حضرتك طلبت، لكن ان انا ما اعرفش اوصل للمسؤول اصلا يبقى الفكره مش هتوصل، هقابل احباطات في الطريق. طيب بس ان شاء الله ما فيش احباط. شكرا يا محمود. طيب هاخد مجموعه اسئله يا فندم وبعدين نجاوب مره واحده. طيب هو الاخ بيسال سؤال، الاستاذ بيسال سؤال احنا مش قادرين نوصل. الحقيقه في عدد كبير من الوزارات والهيئات بدات هي، يمكن هذا المجموعه اللي بتحضر في وزاره الشباب وانا متابع مع خالد بيه، واحنا في الاوقاف اللي بدانا نجيب مجموعات لحاصين على الدكتوراه على الماجستير، الناس المتميزين، احنا اللي بدانا نطلب من القيادات هي اللي ترشح لينا الشباب
ويمكن هذا الملتقى وهذا التواصل هو جزء من اكتشاف هذه الكفاءات. تمام. يبقى اذا السؤال بينصب حاضر، بينصب على ايه اليات التواصل اللي ممكن يضمن بها الشاب انه يصل للمسؤول، خصوصا اذا كان عنده فكره او ابتكار او مقترح او حتى مجرد شكوى. حتى النهارده رئاسه الجمهوريه عامله ايميل لرئيس الجمهوريه بيوصل له تواصل من كل محافظات مصر. اتفضل حضرتك. فين البنات؟ البنات فين؟ حاضر هرجع لحضرتك. السلام عليكم. اولا برحب بحضراتكم كلكم، اهلا بكم في مكانكم مركز شباب الجزيره. انا هتكلم دلوقتي. انا واحد من ساعه ما وعدت يعني كبرت وبقيت دخلت الكليه وانا شغال في موضوع العمل التطوعي، بحبه جدا، بحترمه جدا وبحترم كل الناس اللي بتشتغل فيه. انا معايا مجموعه شباب، احنا شباب نادي تطوع شباب الجزيره، كلهم اللي قاعدين لابسين دول تيشيرتات. احنا عندنا طاقات وعندنا مشاريع وعندنا حاجات كتير قوي عايزين نعملها للبلد، بس المشكله كلها ان احنا سافرنا، رحنا شرم الشيخ، رحنا حلايب وشلاتين في عز الفتره اللي ما كانش بيقرب لها خالص، رحنا في حتت كتير جدا وعملنا مبادره اسمها حلوه يا بلدي لتنشيط السياحه. دي مبادره عباره عن رسائل بالشموع، بنرحب بالناس، بنعمل لهم حفلات سمر، بنعمل اي حاجه للسياح عشان نجذبهم اكتر لينا. في اصعب لحظات حصل الموضوع ده. احنا لحد دلوقتي عندنا طاقات كتير وعندنا حاجات كتير قوي عايزين نعملها، بس عايزين حضراتكم يعني تدونا ده، يعني تاخدونا، قولوا لنا تعالوا اشتغلوا خدمه عامه، تعالوا اشتغلوا كذا، تعالوا اعملوا كذا، تعالوا اعملوا كذا. احنا تحت امرك في اي وقت وتحت امر اي حاجه تخدم البلد باذن الله يا باشا. شكرا. وعايزين تكونوا عملتوا كذا نادي تطوع شباب الجزيره، او حتى تقولوا لنا مثلا لو في موقع على الانترنت او حاجه على الفيسبوك، يعني اي حاجه مواقع التواصل الاجتماعي. انا هدي لحضرتك، نقدر نتواصل معاك، واحنا كمان دورنا الاعلام ان احنا نلقي الضوء على الافكار دي. اتفضلي حضرتك. دلوقتي سقفتوا له لما جاب سيرتكم. السلام عليكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. اوكي. طيب. كان في زمان يعني من 5-6 سنين كده كان في كورسات بتطلع للشباب تعلمهم ازاي يبقوا كوادر في المستقبل. انا مش شايفه الكورسات دي بتتعمل دلوقتي، فانا نفسي حضرتك تعملوا الكورسات دي وتختاروا منها من غير وسايط ومن غير اي حاجه الكوادر اللي هتمسك المستقبل بعد كده. تمام. وكان ليا اقتراح بعد اذن حضرتك، من سن 9 ل 18 السن ده فعال جدا ان احنا نركز عليه، لان ده الشباب اللي هيطلع، انتوا مهملينه خالص السن ده. متشكره قوي. اشكرك. في حد من شباب الاوقاف؟ اتفضل حضرتك، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السيد عبد العاطي السيد قطيط، امام وخطيب مسجد الجزيره بالزمالك، تبع مديريه اوقاف القاهره. برحب بمعالي رئيس الوزراء فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، والدكتور السعيد محافظ القاهرة، جلال السعيد محافظ القاهرة. ورحب بحضراتكم. أولا عايز أسجل ملاحظتي على كلمة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة. مسألة العلم لا يقتصر على العلم الشرعي فقط، وإنما يقتصر على كل العلوم وخاصة العلوم التي تخدم الوطن. بالمناسبة حاصل على ماجستير في Ancient Egyptian علم المصريات، وبالتالي الداعية لابد أن يكون ملما بجميع العلوم الأخرى حتى يخدم وطنه. مسألة أنك تجتهد عشان تصل من أجل العلم، الحمد لله بفضل الله رب العالمين قدرت أن أنا أحصل على منحة من جامعة ليفربول في هذا التخصص من خلال المراسلة بين أستاذ مشارك في اللجنة. فبالتالي يستطيع الداعية أن يرد على أفكار داعش بعد أن تعرضت آثار العراق إلى التدمير والخراب. إزاي أكون داعية في نفس الوقت، وإزاي أن أنا أكون محارب للفكر الداعشي الذي يريد تدمير حضارة عريقة مثل حضارة بلاد العراق. وكذلك الإمام هنعمل اختبار كده على الهواء على الطاير. نعم. حضرتك هتقول لي في جملة واحدة ايه القيمة اللي هتعتمد عليها، وحضرتك دارس العلوم الشرعية ودارس ايضا الآثار المصرية القديمة والتاريخ المصري القديم، في مخاطبة المنغلقين فكريا والمتشددين اللي بيقولوا ان كل ما هو أثر من تمثال أو من حجر هو صنم يجب تدميره، انه يخاف ان يعبد في العصر اللي احنا عايشين فيه. تمام.
أستدل بمقولة سيدنا أبو بكر الصديق حينما قال: كيف كان حال الفراعنة الشداد، يعني لم يكتفوا بهذه الكلمات، وإنما أشاد بهم وبحضارتهم، وكيف تقدموا في مجال الطب وفي مجال العلوم وفي مجال التحنيط وفي مجال التعامل والتجارة بين بلاد بونط وبلاد سوريا والشام والصومال وإفريقيا وجزر البحر الإغريق وهكذا. أشكركم. ولكان عمر بن الخطاب قد أمر عمرو بن العاص عندما فتح مصر أن يدخل على كل التماثيل والأصنام والأهرامات وكل الحضارة الفرعونية القديمة، وأمره بإزالتها باعتبارها من الأصنام. طيب هاخد آخر سؤال من حاضر. اتفضل حضرتك. اتفضل من الجنب ده، وهنرجع تاني بس عشان يعني حاضر. طب تعالى اقف هنا عشان ابقى اشوفك. بسم الله الرحمن الرحيم. عاصم عبد الرحمن، محافظ بني سويف، عضو نادي التطوع، طالب بجامعة الأزهر الفرقة الأولى لغة عربية تاريخ وحضارة. طبعا أنا ليا الشرف إن أنا أقف قدام راعي شباب مصر المهندس خالد عبد العزيز للمرة الثانية، وليا الشرف إن أنا أقف قدام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. بس في سؤال، لنا الشرف إن إحنا نتكلم مع شباب يعني نابه كده عنده أمل إنه يحول بلدنا لحاجة شيء جميل كده إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. أنا بس في سؤال خاص بجامعة الأزهر عندنا للمهندس إبراهيم محلب. ماذا قدمت الدولة لشباب جامعة الأزهر من الأنشطة الطلابية؟ أنا كطالب في جامعة الأزهر عندي طاقة عايز أستغلها. كل ما أروح لرئيس الجامعة عندي أو عميد الكلية أنا عايز أشارك في الأنشطة، يقول لي أمنية يا دكتور عبد الحي، أمنية. لآخر مرة قال لي كل واحد بيخاف على المنصب بتاعه. طيب دلوقتي أنا عايز أطلع الطاقة، لا إما تطلع لي في حاجة إيجابية أفيد بها بلدي والطلاب أو زملائي، لا إما أطلعها في حاجة تضر بلدي مثل التخريب الذي عملوه الجماعة الإرهابية. كان في اقتراح تاني بس عايز أقوله للسيد رئيس الوزراء، لزميلي اللي اتكلم في الأول. احنا كان في اقتراح كده عايز أعرضه، إن أنا كشاب في أندية التطوع في مديريات الشباب والرياضة، أنا متبرع من في اليوم مني ب3 ساعات كمجلس محلي عندي أنا في القرية بتاعتي، إن أنا آخد كل مشاكل الوحدة المحلية بتاعتي لمدة أسبوع من السبت لحد الأربع، وكل يوم خميس تتعرض على المحافظ بتاعي. لو احنا عملنا الفكرة دي يبقى أنا وصلت كل مشاكل شخص عندي في القرية بتاعتي، ودربنا الشباب. وطبعا في حاجة عايز أقولها للرئيس. استاذن حضراتكم في السؤال يبقى قصير. طيب لا، هي حاجة بس أقولها طبعا للمشير عبد الفتاح السيسي في غيابه. كلمة قالها صديقي وليد سليم من محافظة بني سويف، قال له يا ريس احنا معاك عشان الغلابه، معاك عشان احنا لسه ان عارفين في فساد. ايوه انا معاكم ان في فساد، بس احنا شلنا الورم ده واستأصلناه، بس لسه هنديله كماوي. لازم نديله كماوي، لازم نستحمل وندوس على نفسنا شويه عشان نشيل المرض ده والسرطان ده ما ينتشرش. فاحنا معاك عشان الغلابه، معاك عشان الشباب اللي عايزه تطلع دي، معاك عشان الشباب بتاعتنا ما تسافرش. لا احنا معاك يا ريس عشان الناس تيجي من بره تتعلم عندنا. مصر طول عمرها مناره العلم، والازهر مناره العلم على مستوى العالم كله. وشكرا. ربنا يبارك فيك. هرجع لحضراتكم تاني. معالي رئيس الوزراء نبتدي. اتفضل حضرتك. حاضر. عشان كده لسه ما عملناش الانشطه اللي عملناها السنه اللي فاتت اللي حضرتك الميكروفونات شغال. يعني موضوع رئيسي اتكلمتوا فيه التواصل، وانا كمان عايز اقول التواصل والافكار والابداع. انا شايف يا باشمهندس خالد يبقى عندنا في وزاره الشباب ووزاره البحث العلمي وحده للافكار والابداع. يعني كل واحد من الشباب عنده فكر، وده مهم جدا. الابداع ساعات فعلا الواحد بيشوف افكار رائعه، طب هعمل فيها ايه انا كشاب؟ مش هقدر يعني اوصلها لفين. فانا رايي ان شاء الله نتفق مع المهندس خالد يكون في وحده ليها مسؤولين سواء في المحافظات على مستوى المحافظات او على مستوى الوزاره المركزيه، ليها سايت معروف للتواصل مع الشباب في مجال الابداع والتواصل، وايضا في وزاره البحث العلمي. هنيجي بقى دور الشباب. انا هديكم مثال حي النهارده من امس الحقيقه شغالين فيه، اللي هو تمكين الشباب من القدره على التغيير.
احنا ابتدينا ببرنامج ان شاء الله باذن الله يكون طموح، اللي هو المناطق الشعبيه الاصيله في القاهره. المناطق الشعبيه دي الاصاله كلها فيها الشهامه، فيها الخلق العالي، فيها كل القيم اللي احنا كمصريين بنعتز بيها، الكرم، وان الواحد يعني ينتقي القول، وانه يكون مجتمع متماسك. ولكن هذه المناطق الشعبيه اصابها الكثير من الوهن، بحيث ان لا، احنا لازم، لانها دي قيمه كبيره جدا. ال 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 الاثار اللي موجوده فيها، الاماكن اللي موجوده فيها، طبيعه الحياه اللي موجوده فيها. وبالتالي خدنا قرار ان احنا نبدا بمثال نموذج محلول على الارض، الدرب الاحمر. الدرب الاحمر منطقه شعبيه فيها الخلق، فيها الاصاله زي ما بقول، ولكن ايضا كان فيها الاهمال، وفيها اكثر من الاهمال. ممكن نقول في بعض الاماكن كان فيها نوع من التراخي، من قد يصل الى الفساد، فيها صناعات صغيره ابتدت تتدمر، فيها الكثير من الطاقات المهدره. والتقصير يا فندم بيحاسب. والتقصير حضرتك النهارده والتقصير يعني امرت يعني ان في احد رؤساء الاحياء يعني يحاسب على تقصير. اذا قلنا لا، ده هناخد نموذج للتطوير في الدرب الاحمر. كلنا اشتغلنا كوزاره. يمكن قبل الاجتماع ده كنت مع السيد وزير الصحه والسيد وزيره التضامن الاجتماعي، كل واحد ماسك ملف. يعني في 4 مستشفيات في هذه المنطقه بيتم رفع مستواهم، الامن ابتدى نرفع مستواه، الخطاب الديني في المساجد. طبعا مش هنتكلم على القمامه، ان عيب ان احنا هنتكلم عليها، لكن احنا قلنا بقى تبقى انظف منطقه. الدرب الاحمر نضرب بيها مثال بالنظافه والتنظيم. طب مين اللي هيقدر بقى يعمل الكلام ده وهيتواصل معانا ويبقى عنده اراده؟ هم الشباب. وبالتالي مع المهندس خالد اجتمع، وان شاء الله بعد هذا الاجتماع هلتقي ببعض اولادنا من الدرب الاحمر، ازاي نغير منطقتنا، ازاي هذه المنطقه ترجع فيها تاني شوارعها جميله مضاءه نظيفه، يرجع فيها جذب سياحي من القاهره. نروح ونتفرج على شارع سوق السلاح، ونتفرج على مسجد الخزندار، ونتفرج على المسجد الازرق ومسجد السايس وفاطمه النبويه. كل المساجد الجميله دي موجوده. انا اسف، مش الخزندار، السلحدار، اصلا السلحدار دي مساجد. وطبعا هيكون فيها وزير الثقافه برضو شغال على مستوى البرامج الثقافيه والقصور الثقافيه، كله هيشتغل بحيث اللي هينجح مين الكلام ده؟ الشباب. تمام. وبالتالي ده مثال لتمكين الشباب سريع وعلى ارض الواقع. وبنقول ايه ده؟ كل يوم يتغير. طب قد ايه؟ شهر ان شاء الله ممكن يبقى فيه، بس بنثبت تمام مبدأ ان الدرب الاحمر فيه نقله كبيره جدا، نقله حضاريه ونقله موضوعيه، نقله تشغيل شباب. لان مثلا لما تروح تلاقي مثلا مبنى يقول لك ايه، مبنى مقفول بتاعه 4 سنين، ايه ده؟ يقول لك ده بنزيون مقفول. طب ليه؟ ما يتفتح ونشغله ويبقى فيه ورش صغيره او محلات عرض صغيره لشبابنا. هناك في صناعه احذيه، في صناعه خزف. اذا الامل كبير والامل سريع، بس يبقى عندنا النيه والاراده والاداره. ازاي يا فندم الشباب اللي عنده افكار كويسه؟ حاضر تعال اتفضل. ازاي الشباب اللي عنده افكار كويسه يقدر يتواصل مع رئاسه مجلس الوزراء ومع الساده الوزراء في ظل المشاغل الكتيره والاعباء الكبيره الملقاه على عاتقه؟ هو حضرتك في مركز مجلس الوزراء، مركز معلومات مجلس الوزراء، وفاتح سايت للتواصل المجتمعي، وفي ارقام تليفونات، وفي سايت للتواصل المجتمعي، وكل كلمه فعلا بتصل بيجرى نوع من التلخيص وبتعرض عليه، سواء مشاكل او قضايا فساد او افكار. يمكن لسه اول امس كنت ملتقي مع رجل بسيط كان يعني عامل براءة اختراع في مجال ترشيد استهلاك المياه. يعني التواصل موجود. مركز وزارة الشباب ان شاء الله هتعمل وحدة للإبداع والتواصل وبرضو البحث العلمي ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل.
دولة معالي رئيس مجلس الوزراء السيد المهندس إبراهيم محلب، السيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، السيد الأستاذ دكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، السيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، مرحب بيك. السيد الأستاذ الإعلامي المحترم جدا الأستاذ علاء بسيوني. هو أولا أنا محمد إبراهيم بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، أعمل في مجال الصحافة أحد الجرائد الخاصة. كنا منذ 3 أشهر هو عتاب للباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، وعتاب بمحبة وليس أكثر. هو احنا ننتقد ونطلع السلبيات، ولكن في حاجات كتيرة جدا بتتم على أرض الواقع، مثل المنشأة اللي احنا موجودين فيها حاليا. يعني احنا كنا تقدمنا من 3 شهور بمبادرة شعبية، عملنا مبادرة اسمها المبادرة الوطنية للدعم الوطني لدور الجيش المصري. ان طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان في شباب كتير جدا للاسف شباب مغيب بيفكروا ان الجيش المصري بيقولوا عليه مرتزقه، ورغم ان احنا الجيش بتاعنا اعظم جيش جه على ارض العالم كله. جيش مصر جيش محترم جدا، من جنود لضباط لصف حتى لغايه يعني اخر رتبه بتوصل للجيش. كنا بنتكلم المبادره بتاعتك يا استاذ؟ المبادره احنا كنا بنشرح الجيش المصري منذ نشأته حتى تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم. كنا بنتكلم ايه هو الجيش المصري. تقدمنا لوزاره الشباب ان هي حاجه اللي هي تفتح لنا مراكز الشباب او القاعات الخاصه، ما حدش رد علينا لغايه دلوقتي. تقدمنا لاداره الشؤون المعنويه بالقوات المسلحه بالمبادره، والحمد لله وافق لنا اللي هو محسن عبد النبي مدير اداره الشؤون المعنويه. طب المبادره دي موجوده معاك اهو؟ احنا في تواصل في النسخ انا مصورها ومجهزها. طيب التواصل موجود اهو والمبادره موجوده. في نقطه تاني بس في نقطه تاني مهمه جدا لو سمحت. طيب المبادره ولا النقطه دي؟ دي كده النسختين. طيب ماشي، اشكرك. لا انا وعدت البنات. اتفضل. واحنا التلفزيون المصري يا جماعه هيبقى واحد من قنوات الاتصال، احنا تحت امركم في اي حاجه. يا استاذ علاء، نسخه حضرتك يا فندم. طب استاذ علاء بنتي دي عايزه تتكلم. يلا اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مها مصطفى عطله، عضو في مركز شباب الجزيره. اولا سياده معالي رئيس الوزراء، انا بشكر حضرتك على حاجتين: اختيار حضرتك لمعالي وزير الشباب والرياضه، بجد يعني اختيار موفق للمجهود اللي هو عامله رائع جدا. تاني حاجة زيارة حضرتك المفاجأة وتسليط الضوء على المستشفيات الحكومية، والزيارات الجميلة اللي كانت مفاجأة لينا اللي بينت فيها عيوب المستشفيات الحكومية. فأرجو من حضرتك المزيد لشركات قطاع العام في مصر. بالنسبة للعمال مصر محتاجين حضرتك جدا ان انت تسلط الضوء عليهم شوية وتاخد بالك منهم. شكرا لحضرتك. اتفضلي يا اختي. حاضر واحدة. السلام عليكم. اسمي سارة سالم من محافظة بني سويف. الأول بتشرف بحضراتكم، وأنا سعيدة جدا إن أنا موجودة هنا النهاردة. أنا كنت عايزة أتكلم عن مشكلة مهمة جدا مع السيد وزير الشباب، مراكز الشباب في القرى. دي قضية مهمة جدا، لأن تقريبا دي بتربي جيل كامل. تقريبا مراكز الشباب كلها فيها أكتر من مشكلة. في مركز شباب ما فيهوش سور، يعني دي أبسط حقوق مراكز الشباب، إن يكون ليها سور تحمي الناس اللي جوه. دايما يعني غير السرقه اللي بتحصل، التعديات اللي بتحصل على المركز، في مشاكل كتير جدا في مراكز الشباب. فبتمنى من حضرتك انك تهتم شويه بمراكز الشباب. تاني حاجه في محافظه بني سويف ان ما فيهاش قسم للمخ والاعصاب. محافظه بني سويف كلها ما فيهاش قسم للمخ والاعصاب، فكنت عايزه حضرتك تهتم برضو بالموضوع ده. 3 مليون مواطن ما فيش قسم المخ والاعصاب نهائي. طيب في حاجة تانية أو رابعة؟ في حاجة تالتة. بس أنا هستأذنك، لو أنت عندك حاجة بشكل مرتب كده ومكتوبة يعني ممكن نتواصل سويا. وحضراتكم لو دورتوا على الملتقى على الفيسبوك، الإعلامي علاء بسيوني في الملتقى على الفيسبوك، موجودة على الشاشة دلوقتي قدام حضراتكم السادة المشاهدين في البيوت. هنقدر نتواصل عن طريق السوشيال ميديا على طول، عشان بس اقدر يعني اسمع الساده المسؤولين اكتر من سؤال. اتفضلي استعملي الميكروفون لو سمحتي، واشكرك. بسم الله. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد جابر تسوي، مسؤول النشاط الكشفي بمركز شباب الجزيره. انا مش هقول اي اسئله، انا هقول بس حاجه معينه طبعا لازم اقولها. الاخوه اللي اتكلموا عن مراكز الشباب، احنا لازم اول حاجه بنشكركم جدا
على مركز شباب الجزيره، ماسك مسؤول نشاط الكشف في المركز. بنقول لكم تحيات اعضاء مركز شباب الجزيره واعضاء الانشطه الموجودين، نادي التطوع والكشافه والاولاد الموجودين. احنا اعضاء بصراحه جدا فرحانين قوي 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 قوي. معاليك فرحانين جدا ومبسوطين ان المكان ده، انا عندي 46 سنه، بقالي اكتر من 39 سنه فيه، عمري ما كنت متخيل انه هيكون بالمنظر ده. فاسمحوا لي مش هدي مدح، لكن هقول حاجه كرجل معلم وكتربيه رياضيه بعد اذن حضرتك. اهلا بمن يصنعون المجد في بلدي، من اخلصوا القصد في سر واعلان. لستم ضيوفا فهذه الدار داركم، بنيتموها على تقوى وايمان. ان القائد نبراسا لامته، يبني على كتفيه جيلا واجيال. ليست مهمته تلقين معرفه في جدول جامد او حشو اذهان، لكن مهمته اسعاد بيئته بما تزود من علم وعرفان. شكرا. شكرا. ان شاء الله المهندس خالد عبد العزيز بيعد انه ان شاء الله في الخطه الفتره القادمه هنلاقي كل الشباب الجميل المصري اللي عنده طاقه ان شاء الله تستغل بالخير. اتفضلي يا اختي. انا اسمي سميه. انا كده كويس. كل سنه وحضراتكم طيبين. انا اسمي سميه. كنت حابه اطرح على حضراتكم مشكله خاصه بزمايلي، هم شباب دور ايتام. يعني تقريبا احنا في نسبه اهمال، يعني مش عايزه اقول ان الدوله قاصده، بس للاسف احنا قدام كارثه اجتماعيه. انا هتكلم عن مشكله ومعايا مستندات بالمشكله اللي انا هتكلم عليها. مشكله دور ايتام بالاخص في 6 اكتوبر. دور الايتام دي في شباب منهم تعدوا مرحله السن القانوني. السن القانوني المفروض ان هم بيخرجوا من الدار. عشان يخرجوا من الدار ليهم شقق وليهم مستحقات ماليه. الشقق اتاخدت من الدار، الشؤون الاجتماعيه تنازلت للدار. كانت الاول باسماء الولاد، نقلوها من اسماء الولاد لاسم الدار، والدار باعتها. دلوقتي الشباب هم وصلوا لمرحله سن 25، نزلت عليهم 3 حملات من الداخليه خدوهم ولسه طالعين من اسبوع. كنت معاهم انا. دلوقتي الشباب دي في مرحله هم احنا محتاجين ان احنا نحتويهم. انا بس محتاجه ان حضرتك تساعدني، محتاجه ان حضرتك تحتويهم. الناس دي الشباب دي كارثه اجتماعيه. بمعنى ايه؟ معنى ان هم مش لاقيين دلوقتي مكان يقعدوا فيه. الدار هيطردوا منها وما لهمش حتى شقه واحده ليهم. في شكوى مكتوبه يا استاذه. انا كنت كاتبه شكوى، كنت هقدمها ان شاء الله بكره او بعده بخطاب مسجل. لكن لو هو دي حقيقه. طيب خلاص هنرد حاجه. تمام. وانا كمان معايا مستندات ومستعده اجيب الولاد لحد عند انا بشكرك يا استاذه، وبشكركم عشان ندي فرصه بس للساده المسؤولين يردوا. اتفضلوا. ابراهيم بيه. شكرا لحضرتك. شجعوا زميلتكم. ايوه شجاعه طبعا. يعني أنا بس عايز أعلق على ابني اللي اتكلم على جامعة الأزهر. الأنشطة في جامعة الأزهر زي أنشطة في أي جامعة، احنا بنشجعها وبنرعاها. وإذا كان مسؤول قال لك الأنشطة مرتبطة بموافقة أمنية، يعني أنا بقول ده جانبه الصواب. الأنشطة احنا مشجعينها، وأرجو إن بعد هذا الاجتماع تديني مزيد من التفصيل حتى لا يتكرر. احنا اتكلمنا على انتوا اتكلمتوا على حاجات كتيره جدا. ممكن الصوت لو سمحتوا، الصوت لو تكرمتوا. اتكلمتوا على بني سويف وعدم وجود مستشفى الاعصاب، دي انا هشوفها مع السيد وزير الصحه. وبرضه انا بتكلم على بني سويف. بني سويف فيها محافظ شاب، وده يبين برضه تمكين الشباب. محافظ بني سويف 37 سنه واداؤه رائع، وانا عايزكم تشتركوا معاه. وبيلاقي فعلا حلول في بني سويف خارج الفكر التقليدي، يعني سواء في تواصل. واذا بني سويف انا بعتبرها وبنتابعها قصه نجاح لشريحه كبيره جدا من مسؤولين احنا دفعناهم انهم يتولوا المسؤوليه الاولى وهم في اعمار شبابيه. تمام. موضوع دار الايتام اللي بنتي قالته طبعا احنا عارفينه، والوزيره غاده والي بتتابعه، وتاكدي ان هيكون باذن الله سنجد له حل عاجل جدا، لان الموضوع طبعا تراكمات من سنين طويله. غير كده كلها برضو هنشوفها، وكلها تواصل. إن شاء الله. يعني كلها مواضيع تواصل، واحنا اتكلمنا عن التواصل. اتفضل.
طيب تمام، انا عايز من حضراتكم يعني كل واحد من الساده المسؤولين يقول كلمه اخيره للشباب الجميل اللي كان حريص على التواصل النهارده. حضراتكم اللي ما قدرش يسال النهارده لازم على وعد تكونوا معانا بكره او تبعتوا لنا على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، والتلفزيون المصري هيجمع كل ده ويكون موجود على الهواء مع حضراتكم ان شاء الله. دكتور جلال سعيد اتفضل. والله انا نفسي اقول ونفسي الرساله تصل للشباب. الصوت لو تكرمتوا، الصوت. نفسي الرساله تصل للشباب وهم شباب زي الورد زي ما بيقولوا يعني. هكرر كلامي مره ثانيه، التعليم ثم التعليم ثم التعليم ثم التعليم. خالد بيه اتفضل. انا يعني طبعا ببلغ كل ابنائنا الشباب، انا عارف ان احنا لسه ما زال عندنا بعض المشاكل في مراكز شباب. احنا عاملين خطه طموحه جدا، احنا عندنا 4500 مركز شباب بدانا فيها حوالي من اقل من سنتين دلوقتي، انجزنا اكتر من النص، وان شاء الله قبل نهايه ديسمبر 2016 هنكون طورنا جميع مراكز الشباب اللي موجوده في مصر، حتى في ابسط القرى وفي اصغر القرى ان شاء الله هنكون وصلنا لهذا. اما بالنسبه للانشطه انا عايز بس اكد ان احنا عندنا تواصل كبير جدا مع جميع الجامعات، وجامعه الازهر تحديدا ومع الدكتور محمد مختار جمعه السنه اللي فاتت عملنا مجموعات كبيره جدا من الرحلات الى الاسكندريه والاقصر واسوان على مدار طول السنه. عندنا جامعه الازهر مشتركه معانا في مسابقه ابداع الثقافيه والفنيه. جامعه الازهر مشتركه في اسبوع العاشر للجامعات اللي هيقام تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه في الفتره من 12 ل 17 سبتمبر، مشتركه في 25 لعبه جامعه الازهر من ضمن الجامعات المصريه. فزي ما دوله الرئيس قال ان فعلا احنا ما عندناش اي حاجه مع جامعه الازهر، بالعكس كل الانشطه اللي بتطبق في جميع الجامعات المصريه بتطبق في جامعه الازهر، بل بالعكس الحكومه اولت اهتماما اكبر بجامعه الازهر، ومجلس الوزراء مجتمعا عمل كل الاصلاحات اللي كانت مطلوبه في جامعه الازهر قبل بدايه العام الدراسي واستكمل البنيه الاساسيه اللي موجوده. والاستاذ الدكتور مختار جمعه الحقيقه لا يتوانى ابدا في ان اي حاجه بتبقى جامعه الازهر مع الدكتور عبد الحي بتتم تنفيذها سريعا. شكرا. السيد وزير الاوقاف اتفضل. الحقيقه احنا سعداء بما سمعنا من هذا الشباب المتميز، ونؤكد اننا كمسؤولين ابوابنا مفتوحه للشباب، والحقيقه سعداء بهذا الملتقى وهو مستمر ان شاء الله، وجزء منه اننا نقضي على معادله تقسيم المجتمع الى مجتمع متدين وغير متدين كما كانت بعض الجماعات تعوج. نحن مصريون جميعا بهذه اللحمه بين العلماء ومشايخ الاوقاف وشباب الشباب الوطني. حتى المنصه بشكلها الجديد هي لحمه وطنيه وثقافيه. مرة أخرى بنشكر دولة السيد رئيس الوزراء على قبول الدعوة وتشريفي ودعمي لهذا الفكر الشبابي وهذه الملتقيات الوسطية، وبنشكر معالي وزير الشباب على الاستضافة وجلال بيه على تشريفي وما يقوم معنا به من جهد في رعاية المساجد بمحافظة القاهرة. وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. بشكر حضراتكم. طبعا الكلمه الختاميه لمعالي رئيس الوزراء. كل سنه وانتم طيبين، بس افتكروا دايما ان الامل مرتبط بالعمل، وما فيش قدامنا غير الجهد والعمل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اظن في نوع من التواصل الجميل حصل النهارده بين المسؤولين في الحكومه المصريه وبين حضراتكم مجموعه الشباب الجميل. قولوا لنا عايزين مين كمان نستضيفه في الملتقى في شهر رمضان الكريم. اسمع اقتراحات كده نختم بيها. عايزين سياده الرئيس. السيد رئيس الجمهوريه، ده نداء من شباب مصر. عايزين حضرتك تفطر معانا يوم في الملتقى، نفطر مع شباب مصر الجميل، تسمع شكاوى ومبادرات وافكار وطاقه ايجابيه موجوده جميله ان شاء الله. طول ما مصر فيها الشباب ده مصر بخير. دوله رئيس الوزراء، ساده الوزراء المسؤولين، ممكن ناخد صوره جميله مع الشباب، صوره سيلفي جميله كده نحطها على الموقع. اتفضلوا. شكرا.